السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت لسه طالب وبتدرس في مرحلة تعليمية معينة، سواء كنت في اعدادي او ثانوي او حتى في الجامعة، فتعالى كده اما اقولك على اهم 4 تطبيقات اساسية لازم يكونوا على تليفونك. مفيش نقاش. البرامج دي هتساعدك جدا وهتنجز معاك في الوقت بشكل كبير. والبرامج اللي انا هتكلم عليها في الفيديو دي هي برامج انا ذات نفسي شخصيا بستخدمها. وعشان الناس اللي هتيجي تقول لي انت خدت كام من الشركات عشان تطلع تتكلم عن البرامج دي، احب اقول لك ان مفيش اي سبونسرز خالص في الموضوع وما فيه ان انا استفدت من البرامج دي انا شخصيا، فحبيت ان انا انقل الافاده دي لغيري، مش اكتر ولا اقل. المهم دلوقتي هو انك تنزل حالا تشترك في القناه لو لسه اول مره تشوفني. ومن غير كلام كتير يلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول ابلكيشن لازم يكون على تليفونك وما ينفعش ان انت تستغنى عنه خالص هو برنامج كام سكانر. حرفيا وبدون مبالغه في الكلام البرنامج ده كنز، وده بسبب المميزات الكتيره اللي بيقدمها ليك انت كمستخدم. زي مثلا انك تقدر تحول اي ملف عندك الى ملف وورد او اكسل او باوربوينت، بالاضافه لمميزات تانية كتيره جدا موجوده في البرنامج ومش هنقعد نعدها. تقدر تتعرف على المميزات الموجوده دي من خلال خانه التولز اللي بتبقى موجوده في البرنامج. ولكن من اكتر المميزات اللي انت هتتعرض ليها اثناء استخدامك البرنامج ده هو تحويل اي صور عندك الى ملف PDF. طيب تعمل كده ازاي؟ كل اللي عليك ان انت هتدوس على خانه الكاميرا اللي موجوده دي، وبعد كده تبدا تضيف الصور اللي انت محتاجها، سواء كنت هتصور لسه او اوريدي الصور موجوده عندك في الجاليري. بعد كده هتلاقي البرنامج عمل تعديل للصور بشكل تلقائي عشان يعمل عمليه تحسين للصوره. ولو التعديل اللي البرنامج عمله ده هو مش عاجبك انت شخصيا، فتقدر تلغيه عادي جدا من الاعدادات. بعد كده تقدر تدوس على ايقونه PDF اللي تبقى موجوده فوق على اليمين دي عشان تعمل عمليه عرض لملف PDF قبل ما تعمل له سيف. ولو لقيت ان الموضوع تمام مظبوط وكل حاجه، تدوس على كلمه شير وبعد كده تختار سيف تو لوكال او حفظ الى الجهاز. طبعا البرنامج معظم الخدمات اللي موجوده فيه مجانيه، ولكن في بعض الخدمات اللي بيقدمها بفلوس. هيجي شخص يسالني ويقول لي طب دلوقتي يا عم احمد انا عملت اللي انت قلته وسيفت الملف PDF، دلوقتي انا عايز اعرضه بقى هعمل ايه؟ ده ينقلنا لتاني برنامج معانا في الفيديو ده، وهو برنامج ادوبي اكروبات ريدر. وده هو واحد من احسن البرامج اللي انت ممكن تستخدمها في قرايه الملفات PDF والتعديل على الملف ده. ازاي يعني؟ بص يا سيدي، لنفترض ان انت عملت سيف لملف PDF بيحتوي على بعض المواد الدراسيه اللي انت بتدرسها، ملف وورد مثلا او ملف انت مصوره بالكاميرا بتاعتك سكانر وعامل له سكان وكده. عارف انت حوار الاقلام الملونه اللي كنا بننزل نشتريها من المكتبه بفلوس دي، ونقعد نعمل هايلايت كده على الكلام ومش عارف ايه ونقعد نعلم وكده؟ احب اقول لك ان انت تقدر تعمل حاجه زي كده في البرنامج، ولكن بدون اي فلوس، ببلاش، كمان بالالوان اللي انت محتاجها. بالاضافه لان انت ممكن تضيف نوتس معينه او ملاحظه عند جزء معين من الكلام. كل التغييرات اللي انت بتعملها على الملف PDF ده بتتسيف تلقائي من غير ما تروح تقعد تعمل سيف وتقعد تعدل ومش عارف ايه. الموضوع كله بيكون بشكل تلقائي، بالاضافه لمميزات تانية موجوده جوه البرنامج تقدر ان انت تتعرف عليها عادي جدا، هتساعدك بشكل كبير جدا اثناء استخدامك للبرنامج. ولو انت كنت مخزن بعض الملفات على بعض المنصات زي جوجل درايف او وان درايف او حتى الدروب بوكس، تقدر ان انت تعمل تنزيل الملفات دي بشكل طبيعي جدا، لان الموضوع اصلا مدعم داخل البرنامج. ولو انت حابب تحمل البرنامج ده او البرنامج اللي قبليه اللي هو الكام سكانر، تقدر تحمله من خلال اللينك اللي هتلاقيه تحت في صندوق الديسكربشن. تالت برنامج معانا في الفيديو ده هو برنامج خاص باحد المواد الدراسيه اللي احنا بندرسها، وتحديدا الرياضيات او الماث على حسب لغه دراستك يعني، وهو برنامج سيمبولاب. البرنامج ده هو واحد من افضل واحسن البرامج اللي ممكن تستخدمها في حل جميع المشكلات والمسائل الرياضيه اللي ممكن تقابلها. اول ما تفتح البرنامج هتلاقي الواجهه بتاعته بسيطه جدا وسهل ان انت تتعامل معاها بشكل طبيعي. ولو جيت ودوست على الايقونه اللي موجوده فوق على الشمال في البرنامج دي، هتظهر ليك جميع انواع المسائل اللي انت ممكن تتعرض ليها، فبتبدا تختار النوع اللي انت محتاج حل المعادله بتاعته، وبعد كده تبدا في الكتابه. طيب تكتب المعادله ازاي داخل البرنامج؟ عندك تو اوبشن. الاوبشن الاولاني هو يدوي، عن طريق ان انت تكتب المعادله داخل الخانه اللي موجوده دي، وبعد كده تدوس على كلمه جو، وبعد كده تسيب البرنامج مع نفسه هو يحل المساله ويطلع لك الحل. الاوبشن الثاني هو انك تدوس على ايقونه الكاميرا دي وتصور المعادله الرياضيه اللي انت عايز حلها، وبرده هيبدا ان هو يحلها لك بشكل تلقائي. اما بقى لو انت كنت حابب تتعرف على خطوات الحل، فدي حاجه محدوده، ودي بيكون عن طريق اشتراك داخل البرنامج، اشتراك سنوي او شهري او اسبوعي، وده طبعا بيكون بمقابل مادي، ومقابل مادي محترم يعني، مش اي مقابل مادي. من الحاجات الجامده قوي اللي موجوده في البرنامج ده هو انك لو جيت دوست على الايقونه اللي فوق على الشمال دي، وبعد كده اخترت الايقونه اللي تحت على اليمين دي، هيظهر لك مكتبه كبيره جدا بتحتوي على جميع الرولز والقوانين المستخدمه في حل جميع المسائل الرياضيه. فدي حاجه صايعه كده وحاجه ببلاش، مش بفلوس يعني. اخيرا بقى وليس اخيرا، هو انك لما تيجي تستخدم البرنامج ده تستخدمه في الخير. تمام؟
واظن انت فاهم اقصد ايه. ولو انت حابب ان انت تحمل البرنامج ده فهتلاقي لينك التحميل في صندوق الديسكربشن. اخر برنامج معانا هو برنامج اسمه تودويتس، وهو برنامج خاص بكتابه المهام او التاسكس الخاصه باليوم بتاعك عشان تنظم اليوم بتاعك بشكل احترافي شويه وما تضيعش وقتك على الفاضي. طب اشمعنى البرنامج ده بالذات اخترته؟ بص، هو الاسباب كتير، ولكن من اهمها هو ان مفيش اي اعلانات خالص ظهرت لي، الاعلانات المزعجه اللي بتطلع على طول في اي برنامج ده ما لقيتهاش هنا. تاني حاجه هو ان الواجهه بتاعت البرنامج ده بسيطه وسهل ان انت تتعامل معاه. تالت حاجه بقى هو انك لما بتخلص التاسك اللي انت بتبقى كاتبه وتيجي تخش عشان تعلم عليه علامه صح، بيطلع صوت كده بسيط جدا تحس ان انت انجزت فعلا حاجه، تحس ان البرنامج بيكافئك على الانجاز اللي انت عملته ده. اسمع كده الصوت، اسمع. الموضوع ممكن يكون تافه لبعض الناس، ولكن هو بالنسبه لي حاجه روشه، مش عارف، انا شايف حاجه روشه مش عارف ليه، بس هي حاجه كويسه. البرنامج اول لما هتفتحه هيطلب منك ان انت تكتب ايميل وباسورد، خطوات تسجيل بسيط عاديه جدا، تمشي مع الخطوات وبعد كده هيشتغل معاك بشكل تلقائي. طب تضيف ازاي بقى التاسكس اللي انت عايز تضيفها في اليوم بتاعك؟ كل اللي عليك انت هتدوس على ايقونه البلس اللي موجوده تحت دي، وبعد كده تكتب التاسك اللي انت عايز تنفذه وتكتب الديسكربشن بتاعه لو انت حابب تضيف الديسكربشن، مش حابب خلاص مش مشكله، وبعد كده تدوس على الايقونه دي. طب ولنفترض ان انت لقيت فيه مشكله في التاسك ده، حابب ان انت تعدل عليه حاجه، تقدر تدوس عليه ضغطه وبعد كده تختار الثلاث نقط دولت وتختار على اديت او تعديل، وتقدر تعدل براحتك وبعد كده تدوس سيف. طبعا البرنامج بيوفر لك ميزه ثانيه اضافيه، هو انك تقدر تعين تاسكس معين يظهر لك في يوم معين انت بتختاره ووقت معين كمان. برنامج بسيط وسهل التعامل معاه وهتستفاد منه بشكل كبير جدا وهينظم وقتك بشكل كبير، وده عن تجربه شخصيه. اما بقى لو انت حابب تحمل البرنامج ده فانت هتلاقي لينك تحميل البرنامج تحت صندوق الديسكربشن. وبس كده يا سيدي، اتمنى بقى الفيديو يكون عجبك وتكون استفدت منه باي حاجه. المهم ما تنساش بقى تنزل تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، والاهم من كل ده انك تفعل زر الجرس عشان يجي لك كل النوتيفيكيشنز اول باول. ولو انت من الاشخاص اللي بتستخدم برنامج مختلف عن البرامج اللي احنا اتكلمنا عنها، تقدر تكتب لي تحت في الكومنتس اسم البرنامج ده ايه، وبالمره تقدر تكتب كومنتس برضو ايه رايك في الفيديو. انا فاهم، انا بقرا كل الكومنتات ومفيش كومنتس بيعدي كده يعني، فاهم؟ اي كومنتس كده تعالى تروح فين. وبرضو ممكن تروح تعمل فولو على صفحه الفيسبوك وعلى صفحه الانستجرام، وهتلاقي كل اللينكات تحت في صندوق الديسكربشن. حابب اشكر جدا جدا كل اللي شاف الفيديو ده لحد الاخر، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس.